هي ايه كاميرات السينما؟ كاميرات السينما ابتدت زمان، كانت كاميرا بسيطة طبعا، وكانت حاجاتها معقدة جدا، وكانت بتعتمد على شريط سينمائي، شريط الخام طبعا اللي كان بيسجل. كان تقريبا اقصى شريط كان بيسجل 4 دقايق مثلا، وطبعا كل 4 دقايق انت طبعا بتصور تروح مغيره، فبتحتاج طبعا اشرطة كتيرة عشان تصور فيلم واحد مثلا. طبعا الشريط ده كان بيتحمض وبيحصل له عملية بقى مونتاج معقدة على الأجهزة القديمة، فكانت مرحلة يعني صعبة جدا. والناس اللي اشتغلت في الفترة دي كانت ناس بتعاني جدا بصراحة، كانت بتشتغل بصعوبة وبتبذل مجهود أصعب بكتير من اللي بيتبذل دلوقتي. فدلوقتي طبعا احنا يعني دي كانت فترة زمان واختراع الكاميرا والبدايات الكاميرا السينمائية طبعا بتصور طبعا بأعلى دقة ممكنة، وبتصور طبعا ليها عدسات معينة، بتبقى عدسات السينما متكونة من عدسات وإزاز نقي جدا، فبتلاقيها الأسعار بتاعتها مبالغ فيها جدا، وتلاقي أسعارها غالية، وتلاقي طبعا السنسور بتاع الكاميرات أصلا بيبقى حساس جدا، والكاميرا طبعا البادي بتاعها والإمكانيات اللي فيها، وطبعا الفوكس اللي بيتعمل مانيوال، فطبعا بتبقى إمكانيات الكاميرا قوية جدا، والكاميرا طبعا بتبقى كبيرة في الحجم. أشهر الكاميرات اللي موجودة حاليا عندك آري أليكسا، طبعا شركة آري الألمانية اللي بتصنع كل حاجة للكاميرات والإضاءات وكل حاجة لمجال السينما عموما، فهي طبعا عندها كاميرات مخصصة للسينما، هو أشهر شركة تقدم كاميرات في العالم، وهي طبعا أغلب الأفلام العالمية الكبيرة بتتصور من كاميراتها. عندنا طبعا أشهر الكاميرات، عندهم 5 أنواع كاميرات للسينما، عندهم آري أليكسا 35، وعندهم ميني ال اف، أليكسا ميني ال اف وال اف، وعندهم أميريا، وعندهم لاجاسي. دول 5 أنواع من الكاميرات اللي بتصدرهم آري للسينما، مخصصة للسينما، وطبعا الكاميرات بتاعتها قوية جدا جدا جدا، بس أسعارها غالية جدا. فطبعا طبعا أغلب الحاجات اللي وهي بتتصور أنت بتأجر كاميرات، بس إيجارها طبعا بيبقى عالي، والعدسات بتبقى أغلى طبعا من البادي نفسه في أغلب الوقت. أغلب الأفلام القوية متصورة من الشركة دي. طبعا عندنا طبعا كاميرات تانية وشركات تانية، شركة مثلا سوني اللي منزلة كاميرات قوية جدا جدا جدا. طبعا هي مش مشهورة قوي في مصر، أشهر كاميرا مشهورة في مصر اللي كل الناس دلوقتي إيه يقول لك أنا سوني اف اكس 3 اكس 3، دي كل الناس بس هي الفول فريم، طبعا في كروب فريم وفول فريم. فول فريم كل الناس دلوقتي ايه اللي بيدور عليها عايز يشتريها وكده. في كاميرات نزلت احدث بكتير بس طبعا مش منتشره في مصر، او طبعا لو عايز تجيبها هتأجرها، دي بتستخدم بقى في السينما والحاجات دي. عندهم طبعا نزلوا الاف اكس 9 اف اكس 9، دي كاميرا خرافيه جدا، ونزلوا كاميرتين تانيين يعني كاميرتين بيطيروا. عندهم كاميرا البورانا دي طبعا تقريبا بورانا دي اسم سمكه تقريبا، يعني هم مسمينها باسم سمكه تقريبا يعني على حسب معلوماتي. وفينيس كاميرا تانية اسمها فينيس، الكاميرا دي عباره عن جزئين، جزء بالسنسور وجزء البادي نفسه باقي البادي. طبعا الكاميرا دي بتستخدم لو انت بتصور في حاجات صعبه جدا